السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبه لكم فيديو جديد وهو مشترياتي من كارفور وهايبر، وهقول لكم ايه الحاجات اللي جبتها من هايبر وكانت ارخص من كارفور والعكس برضو. اول حاجة جبتها وهي من كارفور هي زبدة كريستال دي الكيلو. ده كان عليها عرض في كارفور وهي ارخص من هايبر، يعني انا جايباها من كارفور كانت ب108 جنيه، في حين ان هي كانت في هايبر بحوالي 100 حاجة و20 جنيه. جبت كمان لبن جهينة ده اللي هو لتر ونص. كنت جايباه من كارفور ب64 جنيه، وهو سعره أرخص من هايبر بحوالي 2 أو 3 جنيه. وجبت ده رز بسمتي الباشا كيلو. ده كان عليه عرض في كارفور برضو، كان ب65 جنيه. وده شكل الرزاية، هي حلو طويل ورفيع، وبالنسبة لسعره حلو جدا، يعني هو كان عليه عرض. وجبت كمان شوكولاتة دريم دي من كارفور ب55 جنيه، بس هي كده كانت من غير عرض، يعني ما كانش عليها خصم، ده كان سعرها. وجبت بسكويت اوريو العلبة دي من كارفور ب49 جنيه، دي فيها 12 واحدة، اللي هو الباكو اللي فيه 3 بسكويتات. دي كان عليها عرض برضو، كانت ب49 بدل حاجة و60 جنيه، يعني كان نازل عليها عرض حلو. وجبت بسكويت اوليكار ده برضو من كارفور، بس ما كانش عليه عرض، كان ب25 جنيه، العلبة دي فيها 6 قطع. دول كانوا مشترياتي من كارفور. هقول لكم بقى ايه الحاجات اللي انا جبتها من هايبر وكان عليها عروض وسعرها كان ارخص من كارفور. جبت جبنة المراعي دي 12 قطعة، كان ب55 جنيه، عذرا ب53 جنيه و50 قرش، كان عليها عرض في هايبر، فهو العرض بتاعها حلو جدا. عايزه اقول لكم ان دي كانت في كارفور ما كانش مكتوب عليها اللي هي ب55 بدل 113. يعني كانت العلبه من غير السعر ده، كانت العلبه موجوده من غير السعر ده. وعايزه اقول لكم ان هي كانت بحوالي حاجه و70 او حاجه و80 جنيه، فبصراحه كان في فرق كبير جدا يعني في السعر. دي برضو جبتها من هايبر، جبنه ديليس طبيعي، الجبنه دي نص كيلو، كان عليها عرض، جبتها ب79 جنيه، والنوع ده حلو جدا وطبيعي 100%، بدون زيوت نباتية او مهدرجة. وجبت كمان التوست بالحليب ده كان من هايبر وسعره 42 جنيه، وكان عليه عرض. وجبت الجبنة الرومي بتاعت هايبر، هي بصراحة جبنة رومي بتاعت هايبر كانت حلوة جدا، هي ما كانش عليها عرض، هو ده سعرها، بس هي نوعها حلو. ودي كانت مشترياتي من كارفور وهايبر. اتمنى لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.